أهلا وسهلا أعزائي المتابعين في كل مكان وزمان في قناتكم MK سبورت. قبل أيام قليلة انطلقت بطولة كأس إفريقيا، ومع انطلاقتها ضربت كل توقعاتنا عرض الحائط، سواء كنت يوتيوبر تحقق فيديوهاته مليون مشاهدة أو يوتيوبر تحقق فيديوهاته مليون مشاهدة أيضا ولكن بدون أصفار، كما تحقق قناة الرائعة MK سبورت. لو أردنا أن نختار اسما لهذه النسخة من كأس الأفريقية فسوف يكون بدون منازع بطولة المفاجآت. وفي هذا الفيديو سوف نلخص لكم أحداث دور المجموعات من هذه البطولة جولة جولة، مجموعة مجموعة، مباراة مباراة. هذه هي أقسام هذا الفيديو، فيمكن أن تختار القسم الذي تريد مشاهدته أو تشاهد الفيديو إلى النهاية عزيزي المشاهد. في الجولة الأولى كانت المنتخبات الصغيرة بمهمة إسقاط عمالقة القارة، وسقط الجميع بالفعل باستثناء الأسود، أسود الأطلس وأسود التيرانجا والفيل الإيفواري. فقد استطاع منتخب كوت ديفوار الفوز على غينيا بيساو بثنائية نظيفة، ورغم ذلك كان انخفاض في اللياقة البدنية لمنتخب الإيفواري في أواخر الشوط الثاني، ولم يستغل منتخب غينيا بيساو ذلك خير استغلال. وفي نفس المجموعة انتهت مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية بالتعادل الإيجابي هدفا لمثله، وكانت هذه المباراة هي بداية شعلة المفاجأة في كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. وفي نفس اليوم كانت مباراة مصر وموزمبيق، وبدأ المنتخب المصري المباراة بأفضل سيناريو يتمناها المشجع المصري، حيث سجل محمد مصطفى أسرع هدف في هذه البطولة لحد الآن، وتقدم بذلك لصالح المنتخب المصري بهدف وحيد، حتى ظن الجميع أن المباراة في طريقها لثلاثية نظيفة أو رباعية لصالح الفراعنة، ولكن موزمبيق زنبق منتخب مصر وقلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، وكاد أن يحقق أول انتصار في تاريخه لولا اللاعب محمد صلاح الذي استطاع أن يعدل النتيجة لمنتخب مصر في الوقت القاتل عن طريق ضربة جزاء. وفي نفس المجموعة كانت هناك مفاجأة أخرى، حيث أسقط منتخب القروش الزرقاء منتخب نجوم السوداء بثنائية لهدف وحيد. واستمرت المفاجآت في مباراة غينيا والكاميرون التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفا لمثله. وللتذكير فقط، فقد كان منتخب غينيا هو الفائز في المباراة بهدف نظيف قبل أن يكمل المباراة ب10 لاعبين فقط بعد طرد أحد لاعبيه. واستغل الكاميرون ذلك لصالحه وعدل النتيجة. وفي نفس المجموعة كانت بداية البطل مختلفة عن الجميع، فقد استطاع منتخب السنغال الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غامبيا الذي كان حصان الأسود للنسخة الماضية. أما مباراة الجزائر وأنغولا فكانت بنفس سيناريو مباراة مصر وموزمبيق، فقد قدم الجزائر الشوط الأول رائعا للغاية، واستطاع بالفعل التقدم بالنتيجة لصالحه، وانتهى الشوط الأول بهدف نظيف لصالح الجزائر. ولكن تغيرت الأحوال في الشوط الثاني، واستطاع منتخب أنغولا تعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء. وفي نفس المجموعة خسر منتخب موريتانيا ضد منتخب بوركينا بسيناريو مؤلم للغاية، فقد قدم المنتخب الموريتاني مباراة قتالية رائعة للغاية، كان يستحق على إثرها على الأقل نقطة واحدة، ولكن في الوقت القاتل تحصل منتخب بوركينا فاسو على ركلة جزاء استطاع بها خطف النقاط الثلاث من منتخب موريتانيا، ولعب هذا الهدف دورا كبيرا في تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور 16. واستمرت النتائج السلبية للمنتخبات العربية في المجموعة الخامسة، حيث خسر المنتخب التونسي أمام منتخب ناميبيا نتيجة وأداء بهدف نظيف، ليحقق منتخب ناميبيا الفوز الأول في تاريخه في كأس الأفريقية. وفي نفس المجموعة فاز منتخب مالي بهدفين نظيفين على منتخب جنوب إفريقيا، وشهدت المجموعة السادسة أول فوز للمنتخبات العربية في هذه البطولة، حيث استطاع منتخب أسود الأطلس الفوز على منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة مع الرأفة. في نفس المجموعة انتهت مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. أما الجولة الثانية فقد كانت عبارة عن صراع العمالقة، فقد شاهدنا مجموعة من القمم في هذه الجولة، واستطاع بالفعل منتخب نيجيريا أن يحسم
قمة الجولة الأولى لصالحه عندما تغلب على منتخب ساحل العاج في أرضه وأمام جماهيره بهدف نظيف أتى عن ركلة جزاء. وفي نفس المجموعة استطاع منتخب غينيا الاستوائية أن ينتصر على منتخب غينيا بيساو ب4-2. وعرفت هذه المباراة تسجيل أول هايتريك في هذه البطولة عن طريق اللاعب إيميليون سوواي. أما قمة المجموعة الثانية بين مصر وغانا فقد انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. ولو أردنا أن نطلق اسما على هذه المباراة فسوف يكون بدون شك مباراة الأخطاء الدفاعية. وقد شاهدنا أخطاء دفاعية كارثية من كلا المنتخبين تسببت في 3 أهداف في الشوط الثاني لم يكن بين الهدف والآخر حتى 4 دقائق. وفي نفس المجموعة استطاع منتخب الرأس الأخضر أن ينتصر على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة ليكون بذلك منتخب الرأس الأخضر أول منتخب يتأهل إلى دور ال16. أما في المجموعة الثالثة فلا أحد يستطيع أن يقف أمام البطل حتى ولو كان منتخبا كبيرا مثل الكاميرون. فمنتخب السنغال يحسم قمة المجموعة الثالثة لصالحه وينتصر على منتخب الكاميرون ب3 أهداف لهدف وحيد ليكون بذلك ثاني منتخب يتأهل إلى دور ال16. وفي المجموعة الرابعة استطاع منتخب الجزائر أن يتعادل ضد بوركينا فاسو في الوقت القاتل وانتهت مباراتهم بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. وفي نفس المجموعة مني منتخب موريتانيا بخسارة من منتخب أنغولا ب3 أهداف لهدفين. ورغم ذلك كان أداء المنتخب الموريتاني جيدا للغاية وكان ينقصه فقط التركيز ليسجل هدف التعادل في هذه المباراة. وانتهت قمة المجموعة الخامسة بين مالي وتونس بالتعادل الإيجابي هدفا لمثله في حين استعرض منتخب جنوب أفريقيا عضلته على منتخب ناميبيا وتفوق عليه برباعية نظيفة. أما في المجموعة السادسة فقد انتهت مباراة منتخب المغرب ومنتخب كونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي هدفا لمثله رغم أن منتخب الأسود كان هو السباق للتسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب أشرف حكيمي وكان بإمكانه قتل هذه المباراة في الشوط الأول لولا تضييع اللاعب يوسف نصيري للعديد من الفرص. ودفع المغرب ثمن هذا غاليا في الشوط الثاني الذي كان واضحا تأثر اللاعبين بالمنى. وفي نفس المجموعة استطاع منتخب زامبيا وب10 لاعبين فقط تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضد منتخب تنزانيا لينتهي اللقاء بينهم بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. في الجولة الثالثة بلغت المفاجآت ذروتها الأخيرة. غينيا الاستوائية قد فاجأتنا جميعا وتصدرت المجموعة الأولى حيث كانت كل توقعاتنا تصب في صالح ساحل العاج ونيجيريا. ولم تكن المفاجأة في تصدرها المجموعة الأولى فقط بل هي هزمت منتخب الكوت ديفوار برباعية نظيفة. وقد تكون هذه النتيجة هي أكبر نتيجة انهزم بها مستضيف بطولة كأس إفريقيا. وكانت هذه النتيجة كفيلة أن تجعل منتخب كوت ديفوار يودع من دور المجموعات لولا أن تم إنقاذه من طرف منتخب موزمبيق ومن طرف المغربي حكيم جياش. وتأهل بذلك منتخب ساحل العاج كأحد أفضل تواليد. أما المنتخب الآخر معنا في نفس المجموعة الذي تأهل في المركز الثاني فهو منتخب نيجيريا المنتخب الذي استطاع أن ينتصر على غينيا بيساو بهدف نظيف وكان هدف ضد مرماهم. في الحقيقة قبل انطلاق البطولة كنا ننتظر أن يكون المنتخب النيجيري من أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف ولكن الآن بعد ما انتهى دور المجموعات لدى منتخب نيجيريا فقط 3 أهداف منهم هدف من ضربة جزاء وهدف ضد مرمى الخصم. أما المجموعة الثانية فكانت من أغرب المجموعات شاهدنا فيها كل ما يمكن أن نشاهده من دراما وريمونتادات في هاتين المباراتين حيث استطاع منتخب غانا بالفعل أن ينتصر على منتخب موزمبيق بثنائية نظيفة. كان كلا الهدفين عن طريق ركلة جزاء حتى ظن الجميع أن منتخب غانا سوف يتأهل في المركز الثاني. أما في المباراة الأخرى فكان مصر يواجه الرأس الأخضر وكان منتخب مصر منهزما في هذه البطولة بهدف وحيد لكنه استطاع أن يعدل النتيجة واستطاع أيضا في الدقائق الأخيرة أن يأتي بالفوز يضمن بذلك تأهله. ولكن ما حدث أن الرأس الأخضر تعادل في الدقائق الأخيرة. اعتقد الجميع أن مصر قد ودعت هذه البطولة أو أنها سوف تنتظر أن تكون من أفضل التوالي. ولكن في المباراة الأخرى كانت هناك مفاجأة أو هدية من موزمبيق لمنتخب مصر حيث استطاع منتخب موزمبيق أن يعدل النتيجة بعدما كان منهزما ب2-0 في الوقت بدل الضائع ليؤهل بذلك منتخب مصر ب3 نقاط في المركز الثاني مع منتخبه الرأس الأخضر من المجموعة الثانية. وفي المجموعة الثالثة لا أحد يستطيع أن يوقف البطل. بالفعل المنتخب
المنتخب الوحيد الذي تأهل في المركز الأول بالعلامة الكاملة منتخب السنغال أتى ليأخذ اللقب من الكوت ديفوار، وتأهل معه المنتخب الكاميروني الذي استطاع بصعوبة أن ينتصر على منتخب غامبيا في مباراة مجنونة. أما في المركز الثالث فتأهل منهم منتخب غينيا بأربع نقاط كأحد أفضل توالي. أما في المجموعة الرابعة فقد عرفت توديع أحد المنتخبات الكبيرة لهذه البطولة وهو منتخب الجزائر. في نفس الوقت عرفت هذه المجموعة تأهل منتخب موريتانيا لأول مرة للدور 16 بعدما استطاع أن يفوز على منتخب الجزائر بهدف نظيف. وكانت هناك مفاجأة أخرى في هذه المجموعة وهي تصدر منتخب أنغولا لهذه المجموعة بعدما استطاع أن يهزم منتخب بوركينا فاسو بثنائية نظيفة، وتأهل أيضا بوركينا فاسو في المركز الثاني. وعلى عكس التوقعات لم يستطع منتخب تونس أن ينجو هذه المرة من دور المجموعات، وتديل بالفعل ترتيب المجموعة الخامسة بعدما انتهت مباراته مع جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، ليتأهل بذلك منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني. وفي نفس المجموعة انتهت مباراة مالي وناميبيا بالتعادل السلبي، وتأهل مالي في المركز الأول وناميبيا كأحد أفضل توالد. أما في المجموعة السادسة فقد تصدرها بالفعل منتخب أسود الأطلس كما توقعنا في فيديو حظوظ المنتخبات العربية للتأهل إلى دور 16 بعدما استطاع الفوز على منتخب زامبيا بهدف وحيد سجله اللاعب المغربي حكيم جياش. وفي نفس المجموعة انتهت مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا بالتعادل السلبي، ليتأهل بذلك منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاث نقاط فقط في المركز الثاني، ويقابل منتخب مصر الذي استطاع أيضا التأهل في المركز الثاني بثلاث نقاط فقط. وهذا سوف يأخذنا لنطرح السؤال التالي: من هي المنتخبات التي سوف تتأهل إلى دور الربع النهائي؟ في المباراة الأولى سوف يواجه منتخب أنغولا منتخب ناميبيا، وسوف أختار منتخب أنغولا ليتأهل إلى دور الربع النهائي، فيما سوف تنتهي مغامرة ناميبيا في دور 16. في المباراة الثانية نهائي قبل الأوان منتخب نيجيريا ضد منتخب الكاميرون، ولا يغرك كيف تأهل الكاميرون لأن هذه هي الأدوار الإقصائية، فعليك أن تنسى ما حدث في دور المجموعات، ولكن رغم ذلك سوف أتوقع تأهل نيجيريا إلى الدور الربع النهائي. في المباراة الثالثة سوف يواجه غينيا الاستوائية المتصدر غينيا الذي تأهل كأحد أفضل توالد. حسب توقعاتي سوف تكمل غينيا الاستوائية مغامرتها في كأس كوت ديفوار 2023، في حين سوف تودعنا غينيا من هذا الدور. في المباراة الرابعة سوف يواجه منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية، المنتخبين الذي لم ينتصرا ولم يخسرا لحد الآن في هذه البطولة. لذلك حسب توقعاتي فقد تنتهي هذه البطولة بالركلات الترجيحية، وسوف أختار منتخب مصر يكمل معنا الرحلة في هذه البطولة. في المباراة الخامسة سوف يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب موريتانيا. منتخب الرأس الأخضر من أحد المنتخبات القوية في هذه البطولة، حتى وهو يلعب باللاعبين الاحتياطيين لم يستطع منتخب مصر الانتصار عليه، ولكن رغم ذلك سوف أختار منتخب موريتانيا ليكون مفاجأة دور 16 من هذه البطولة. في المباراة السابعة سوف يواجه منتخب السنغال صاحب العلامة الكاملة ضد منتخب ساحل العاج الذي نجا بأعجوبة من دور المجموعات، وسوف أختار منتخب السنغال ليكمل الرحلة في هذه النسخة من كأس إفريقيا. آخر مباراة معنا في الدور 16 هي مباراة منتخب المغرب ضد منتخب جنوب إفريقيا. سوف أختار منتخب المغرب ليكمل الرحلة في كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023